والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن صحة وتم حال. يلا بينا نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربنا يا رب يكبر بخاطركم على كلامكم الجميل وعلى وقفتكم معايا في القناة. يعني بجد والله العظيم ده دعمكم ده يعني اكبر حاجة بتدل ان انا فارقة معاكم، وان انا فيديوهاتي فارقة معاكم وقناتي فارقة معاكم. فربنا ينصركم يا رب ويكبر بخاطركم ويبعد عنكم اي مرض ويحبب فيكم خلقه ويرضيكم ويكبر بخاطركم كمان وكمان. وكل اللي نفسه في حاجة ربنا يعطيها له يا رب، وكل اللي نفسه في فرح ربنا يفرحه، وكل اللي عنده كرب ربنا يزيل كربه يا رب ويفك همه. اللهم امين يا رب العالمين. تعالوا بقى نكمل الفيديو بتاعنا بتاع الفراخ. بس قبل ما نبدأ الفيديو احب افكركم بنفسي، انا قناة ام رودي، وسعدني وشرفكم انضمامك ليا يا قمر منك ليها. للناس اللي مش منضمه معايا والناس اللي موجوده معايا في القناه، احب اقول لكم ان انتوا شرف ليا وجودكم معايا في القناه، ويا رب اكون عند حسن ظنكم. تعالوا بقى، طبعا انا كنت منزله امبارح فيديو بتاع الفراخ وكده. طبعا ما عرفتش اكمله للاخر لان الفيديو كان طويل وطول معايا، فانا والله العظيم حاولت على قد ما اقدر ان انا اجري منه، بس برضك للاسف قلت خلاص بقى ايه اخليه على جزئين. بما ان الجزء الاولاني الحمد لله عجبكم، وجالي برضك كذا سؤال من كذا واحده حبيبتي بتقولي ان هي عندها فراخ عمر 20 يوم تقريبا، ولا مش عارفه عندها يعني عمر قد ايه. فراخ بلدي وان هم بيسهلوا. بصي يا قمر، اول حاجه الاسهال ده هو بتعالجيه بالشاي. الشاي الهون، الشاي اللي احنا بنشربه ده. عندك شاي اللي هو العادي، الشاي بتاعنا وبتاع المصريين. تغلي شويه، تمام، وبعد ما تغلي تصفيه وتحطه لهم على ميه ساقعه وتحطه لهم في قلب السقايه دي للفراخ البلدي. خلاص، اول 3 ايام كده، وتاني 3 ايام تحطي برشام ريفو جميل جدا ان شاء الله، مش هتلاقي فيه اي اسهال ولا اي حاجه. ولو انت يعني بس ان شاء الله هيجيب معاكي نتيجه. لو حسيت ان برضك مفيش نتيجه، لا تاخدي الفرخ بقى وتروحي لاي دكتور بيطري وهو اللي يعرف عندها ايه. تمام. تعالوا بقى ايه نرجع للفيديو بتاعنا الجميل القمر دهوت. فيديو كله بص عايزه اقول لكم خير وبركه وتفاؤل ورزق، والله العظيم فعلا الفراخ ديت تربيتها بتبقى رزق كده ما شاء الله ما شاء الله. اللي ما بتربيش خسرانه والله العظيم. في ناس كتيره ما كانتش بتربي وقسما بالله تبعتني وتبعت قناتي، وبصراحه بيشكروا بصي بيقولوا احنا الاول ما كناش عايشين، لان فعلا كانت العيشه صعبه، وكانوا ما كل ما بيروحوا يجيبوا فرخه بيخشوا في 500 جنيه. لكن دلوقتي ما شاء الله بيجيبوا دورة فراخ معايا والحمد لله بيذبحوا معايا وماشيين يعني ما شاء الله معايا بالدورة، والحمد لله من غير خسائر ولا من غير اي حاجة، وربنا بيطعمهم فيهم. وبصراحة الدورة بتكمل معاهم على خير وبيبقوا فرحانين جدا جدا، لان كانوا خايفين يربوا في الاول بس هم اتشجعوا، وطبعا كانوا بيتابعوا معايا الدورة بدورتها، وكان اي اعراض ولا اي حاجة كانوا بيتواصلوا معايا ويقولوا لي. كنت الحمد لله يعني اللي ربنا بيقدرني عليه كنت بعمله معاهم، يعني في الافادة بالنسبة للايه للدورة الفراخ البيضاء. تمام. فعشان كده يا ست الكل هاتي، بس انت لو عندك مكان زي ما قلت قبل كده في الدور الارضي هاتي وما تشيليش هم. اما بالنسبه لي انا والله كنت عايزه اجيب، بس للاسف مش هعرف اجيب دلوقتي. ان شاء الله ان شاء الله انا رايحه مصيف، اول ما نرجع من المصيف ان شاء الله هجيب دوره فراخ وهبدا معاكم. ان شاء الله اني عرفت اصور لكم المصيف ان شاء الله، بس هصور لكم طالعه انا واخواتي كده رايحين 3 ايام. ادعوا لي بس حبايب قلبي كده ان احنا نروح بالسلامه ونرجع بالسلامه، وان شاء الله احاول اصور لكم شويه فيديوهات حلوه، بس على الله المكان اللي احنا حاجزينه هناك يكون فيه نت. والله العظيم لو فيه نت لا هصور لكم وانزل لكم، لان انا ما بقدرش استغنى عنكم يوم واحد. خلاص والله العظيم بقيتوا ادمان في حياتي، فربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي، وربنا يوسعها عليكم ويرزقكم بفرحه يتعجب منها اهل السماوات والارض. تمام. عملت ايه بقى يا مرودي؟ طبعا احنا ذبحنا الفراخ وقطعتها. عايزه اقول لكم ان انا ما قطعتهاش كلها، سبت 6 زور كده عشان الغسالة معلش. الغسالة بتاعتي خلاص بتودع، فمش عارفة والله اعمل لها ايه. الصوت بتاعها زي ما انتوا سامعين كده بيخض الواحد. نرجع للفيديو بتاعنا. خليت 6 صدور على جنب، دول هعملهم بانيه. خلاص. وبقيت الفراخ انا بحب اقطعها منابات واعمل بعددنا، مثلا ايه احنا 7 6 8 بنعمل بعددنا واكيسها واحطها في قلب الفريزر. اما اجي اعمل بروح مطلعه شنطه بعددنا كده اهو، وبروح عاملاها بالف هنا وشفا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
انا كل مره على كده، مثلا ايه عايزه اعمل بانيه، بروح مطلعه الزر وحطها على جنب، وبقيه الفراخ بقطعها. طيب هنا بقى كانت القوانص طلعت ما شاء الله، مطلعه كميه قوانص زي ما انتم شايفين زي العسل، لونها وردي وجميل ازاي ما شاء الله. الحمد لله، ولا فيها حاجه مزرقه ولا حاجه مصفره. ده عشان الدوره بتاعتنا كانت زي العسل، والحمد لله ما كانش فيهم معايا ولا فيهم اي حاجه وحشه. فما شاء الله طالعين زي العسل والله العظيم. وعايزه اقول لكم ان تربيه البيت دي اطعم واحلى وانضف من بره 100 مره. فخدي بالك. هتقولي لا، إيه اللي يخليني اجيب واربي واصرف واكلف؟ صدقيني قسما بالله، جربي كده بس تربي في البيت، وبعد كده والله العظيم ما تستطعمي فراخ بره تاني. واسالي اي حد بيربي. طب انا عايزه اقول لكم ان بتاعه الفراخ اللي عندي، اللي انا بديها مثلا الصدور تعملها لي بانيه، لان انا يعني ايه كنتش فاضيه، كنت تعبانه اصلا في اليوم ده، ورحت عملت لها قلت لها خدي اعمليهم عقبال ما انضف الايه الفراخ. نقعتهم لها وغسلتهم لها وسبتهم لها. فما شاء الله لما شافت الفراخ لقيتها بتقول لي يا ام رودي لو عندك فراخ بيتي عايزه تبيعيها انا هاخدها منك، لو انت يعني جايبه كميه كبيره وكده. لان في ناس يعني الاهالي اللي عندنا كده بيبقوا حابين الفراخ اللي احنا بنربيها، مش عايزين فراخ اللي هي بتاعه المزرعه اللي انتوا بتشتروها من بره دي. فقسما بالله هاتيها بس انت وقنيها وربيها، ودوقي بقى طعم الفراخ، مفيش احلى والله العظيم. عايزه اقولك ان انا الاول قبل ما بربي كنت بجيب فراخ من بره واحطها في الفريزر، الاقي طعمها اتغير. الا دي سبحانك يا رب، قسما بالله ما بكدب عليكم في اي حرف. لو قعدت سنه، شفتي لو سنه والله ما بتتغير ولا بيجرى لها حاجه، وبتبقى زي العسل. وبتخرجيها تفك وتنقعيها في ميه وملح وليمون، تبقى زي السكر، ولا اكنك مفرزاها وحياة ربنا، ولا اكنها كانت قاعده في الفريزر. فعشان كده هاتي قسما بالله تربيه البيت لا يعلى عليها. بصي تبقى سكر كده وشهد مكرر. طبعا هنا انا غسلت القوانص، غسلتها مره واتنين وتلاته وهغسلها تاني. حطيتها في ميه النقع عشان ايه الدم اللي فيها دي. وخدي بالك وانت بتعمليها برضك اغسليها مره واتنين وتلاته لو انت مش هتعمليها في نفس الوقت. انا عامه بغسل الحاجه 1000 مره، وما باجي اعملها برضك بروح اغسلها كذا مره. خلاص. طيب انا دلوقتي يعني هي اما الست قالت لي لو عندك فراخ هاتيها وكده، انا ان شاء الله قلت اول ما ارجع من المصيف ان شاء الله ان شاء الله نحيانا ربنا، بدل ما انا كنت بجيب كل مره 20 لا هجيب 30. هخلي 20 لتربيه للبيت يعني بتاعنا لينا احنا، وال10 دول هبيعهم لها. طيب انت هتكسبي فيهم؟ عايزه اقول لك ان انت ممكن في حالتين تكسبي. ممكن تجيبي الكتكوت عمر يوم وتكبريه 10 ايام وتبيعيه. مثلا لو انت جايباه عمر يوم ب20، 10 ايام تبيعيه ب50. فاهماني؟ بتكسبي في الواحد 30 جنيه. دي اول حاجه. تاني حاجه، طب انت المكسب ده يعني مش هيجازف معاك. طب هتعملي ايه؟ ممكن برضك تجيبي عمر يوم، وعند لما بتربيهم كده 40 يوم تبيعيهم. تبيعي ال10. شوفي بقى ال10 كل فرخه 2.5 يا ستي، قولي 2.5 مش 3. اضربي 2.5. شوفي سعر الفراخ بكام النهارده. ان شاء الله ان شاء الله قسما بالله هتلبسي ذهب وهتملي بيتك خير، وهتجيبي كمان علف، وهتجيبي دوره كتاكيت كمان للدوره اللي بعديها. يعني منها هتطلعي اكلك وشربك، وكمان قرشين حلوين كده تحت تحوشوهم على جنب، وفي نفس الوقت هتطلعي برضك مصاريف تجيبي دوره جديده. فاهميني؟ فانا ان شاء الله قلت اول ما نرجع بس من السفر، لان انا ما ينفعش اجيب كتاكيت واسيبها 3 ايام يعني من غير اكل ولا شرب ولا حد يطلع لهم. وانتوا عارفين ان ما فيش حد معايا الا حماتي. وطبعا يعني حماتي ما بتعرفش في الحاجات دهيت، ومعنى اصح ما بت ايه يعني ملهاش دعوه بينا ولا بحاجتنا ولا كده، ولا لها دعوه بايه بحاجتي وكده. فانا قلت اول ما نرجع ان شاء الله حتى تكون الفراخ هدت شويه، لان كانت ب9 ومره واحده لقيناها بقت ب19. يعني وقت الموجه ما كانت شاده، اول ما كانت الفراخ بتموت كده عندي كانت ب9. حتى انا كنت في الوقت ده كنت عايزه اجيب، وجوزي قال لي لا اصبري اما نخلص من دول الاول وابقى هاتي. فان شاء الله ان شاء الله هجيب معاكم برضو دورة حلوة كده، اجيب 30 واحد او 35 واحد ان شاء الله. ربنا يتعبنا فيهم، بس هنذبح اللي نذبحه ونخلي لينا. وان شاء الله هبيع لها 10. كده كده هي هتاخدهم مني بسعر ما بيتباعوا بره في في الشركات وفي المعامل وفي كل حتة. فوالله العظيم بصي عايزه اقولك ان المشروع ده جميل جدا ومربح ومش هيخسرك ان شاء الله. بس تحاولي ان انت تعتني بيه تراعيه، وتشوفي له مكان يعني انسب مكان له هو الدور الارضي. خلاص.
هنا بقى زي ما انتوا شايفين بقيت ماسكه الفرخه حته حته كده، قعدنا ننضف فيهم واحنا قاعدين. قلت لا لازم ننزلوا بقى تحت الحنفيه زي ما انتوا شايفين كده. الحنفيه اللي مجنناني والله يا حبايب قلبي، كل شويه تقع مني كل شويه تقع مني. فكل ما افتكر ان اديها لجوزي مش عارفه هي عايزه جلده ولا عايزه ايه، المهم ما علينا. امسكي الحاجه كده تحت الميه وتخلي الميه جاريه كده على الحاجه عشان حاجتك تبقى نظيفه، والزفاره والدم والحاجات دي كلها ما يبقاش ايه موجوده في قلب الفراخ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اكتبوا لي بقى ايه، صيفتوا ولا لسه، ولا هتروحوا ولا مش هتروحوا السنه دي؟ ما اكدبش عليكم، انا والله العظيم ما كنت عايزه اروح اصلا، لان انا من النوع اللي انا ما بحبش الخروج. بس جوزي قال لي تعالي نغير الجو بالمره عشان الامتحانات والدروس والسنه هتلف، وكده كده احنا بقالنا 5 سنين ما رحناش صيفنا. فما صدقنا بقى اللي هي ايه الفرصه جات لنا، قلنا لا نروح بقى عشان ايه نغير جو، ومنها ايه ابقى اصور لكم من هناك الاجواء الحلوه دي، لان انا يعني ما صورتش على القناه خالص من ساعه ما فتحتها اجواء الايه المصيف. فانتوا بقى رحتوا ولا ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. غسلت الفراخ اهو ونقعتها، دي الصدور، قلت اما انقعها لها واظبطها لها واخليها لها في ميه وملح وخل، وان شاء الله هوديها لها. عايزه اقول لكم ان انا لو ما كنتش لحقت الصدور دي قسما بالله قد باظت مني، لان طبعا انتوا عارفين ان التلاجة بايظه. تمام، فانا اتصلت عليها قلت لها ابعت لك الحاجه عشان تعملها لي. قالت لي لا اصبري بكره يا ام رودي، لان انا ايه عند والدتي تعبانه وكده. قلت لها يا بنتي ده الحاجه هتعفن مني وهتنتن. قالت لي معلش الصبح بدري ابقى هاتيهم. تمام. تمام، رنيت عليها الصبح برضو حطيتهم في التلاجة، رنيت عليها الصبح ها اشيع لك ابني بالحاجه. قالت لي والله انا لسه صاحيه من النوم، اصبري كده على المغرب. قسما بالله بعتهم، يعني كانوا عاملين ريحه بسيطه، انا لو كنت صبرت عليهم شويه كمان كانوا نتنوا. قلت لها شايفه، قعدت اقول لك خديهم وقعدت اقول لك اعمليهم، وانت اللي عطلتيني وانت اللي خليتي ريحتهم طلعت كده. فالحمد لله انا دوت الموضوع طبعا وظبطناهم وعملناهم وغسلناهم. ان شاء الله برضو هنزل لكم فيديو كنت جايباه من عندها، كانت عامله لي البانيه يعني انا كذا مره برضو واحده حبيبتي قالت لي اعملي انت البانيه انا والله العظيم لو كنت اعرف ان هي مش هتعملهولي كده كده انا عندي البلانشه وعندي السكينه كنت عملته، بس انا كنت تعبانه في اليوم ده اهو زي ما انتوا شايفين. قعدنا نضفنا الاوضه ونضفنا تحت الفراخ ونضفت الفراخ ما شاء الله. دبحنا كذا واحده، يعني مش 5 ولا 6 ولا 10، لا ده انا قعدت لغايه ما دبحتهم من اول واحده لاخر واحده، وكانت الدنيا اصلا مدعكه عندي. وغير كده كان مطلوب مني برضو ان انا اعمل يعني غدا لجوزي وعيالي، يعني بصراحة كانت الدنيا مقلوبة عندي. فقلت لا يعني تعبت والله العظيم، قلت لا انا هديهم لها وهي تعملهم. فعشان كده يعني انا استقربت قلت ايه اما ودهم لها هي تعملهم. بس بصراحة انا ندمت وقتها وقلت بصراحة تاني مرة انا مش هعتمد على حد تاني، وانا هعمل حاجتي في البيت، لان اصلا البانيه سهل جدا جدا. بس والله العظيم انا ما كنت قادرة اقف على رجلي، والفيديو كان طويل، وغير كده اليوم اصلا كان طويل وفي مسيح وفي غسيل. وبصوا عايزة اقول لكم ان هو كان شامل كل حاجة حتى الاكل، يعني كنت واقفه والله العظيم بنضف شويه وعلق على الاكل شويه. كنا مطلعين بطايه برضك كان جوزي قال لي اعمليها بالمره، يعني بصوا يعني كان ولي ولين يعني من كل ناحيه. فعشان كده قلت ايه اما هي تعملهم لي يعني هتوفر عليا كتير، بس للاسف الحاجه كانت هتبوظ مني. فانا والله العظيم قلت من ساعتها انا ما عاوز اعمل حاجه تاني، انا هعتمد على نفسي ومش هدي حاجه تاني لحد يعملها، لان بعت لها كذا مره. وطبعا الناس يعني الله يعينها كل واحد عنده مسؤوليات وعنده مشغوليات وعنده عيال وبيته، بس يعني دي حاجه تعلم الواحد انه بعد كده حاجته هو اللي يعملها. بما ان انا يعني بذبح وبنضف، فالبانيه بقى ايه المفروض انا اللي اعمله واتكل على نفسي. تمام. تمام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا بقى ما شاء الله الرزق اللي عندي والخير كتير، ربنا يا رب يجعل الخير في بيوتكم والرزق يا رب والسعاده والهنا، ويجعل بيتكم كده عمرانه يا رب من كل حاجه. بصوا ما شاء الله كميه الفراخ عملت قد ايه، وطلعنا منها بانيه كمان، وطلعنا منها وراك، وطلعنا منها صدور وكبد وقوانص. ما شاء الله ما شاء الله حاجه كده زي العسل والله العظيم، يعني الحمد لله.
انا ممكن اقعد يجي شهرين 3 ما اشتريش فراخ، بس انا ما ينفعش اعمل كده. انا على طول بحب الحم الدوره في ظهر الدوره، يعني اكون ذابحه اهو، ذبحت مثلا النهارده الخميس، يوم السبت اروح جايبه دوره. بس كمان انا رايحه المصيف وكده قلت لا مش هجيب حاجه حرام اشيل ذنبها وتموت فوق. فقلت ان شاء الله باذنك يا رب اول ما نرجع هجيب معاكم برضك، عشان لو حد عايز يجيب معايا، وان شاء الله ربنا هيطعمنا فيهم وهيطعمكم فيها. بس تشجعي كده واستقوي واعتمد على نفسك وما تخافيش من حاجه يا ست الكل. ابدأي ب5، ابدأي ب10، ابدأي بأي حاجه. طبعا اليومين دول الحاجه رخيصه، فاستغلي الوقت وهاتي وربي وكده كده. يعني كلنا ما تعلمناش من فراغ، كلنا يعني اللهم صل على سيدنا محمد كنا بنلاقي خساير وبيموت عندي كتير، وكنت بطلع الاقي العرسه واكلاهم. بس مره على مره الحمد لله بقيت اتابع انت وغيرك وغيرك، واسال دي واسال جارتي واسال مرات اخويا واسال ده وده، لغايه اما بقيت استاذه في تربيه الفراخ. والحمد لله من ساعتها قسما بالله والله الحمد لله ولله الحمد ان احنا ما بنشتريش فراخ من بره خالص. يعني شوف انا بقالي كذا سنه اهو الحمد لله معتمد على تربيه ايدي، وما بنعرفش ناكل فراخ بره. عايزه اقول لكم ان انا حتى لو رحت اتعزمت عند اي حد عامل فراخ، بحس ان الفراخ اللي شارينا من بره ملهاش طعم. سبحانك يا رب، خدت على تربيه الفراخ البيتي. فانت برضك يا ست الكل لو ربيتي ودقتي الحاجه قسما بالله بصي هتقول انا هربي كل يوم. طيب هنا بقى كان المطبخ يضرب يقلب زي ما انتم شايفين كده، وبصوا بقى كمية الطين وده وده. وعايزة اقول لكم حتى الانبوبة مسكتها دعكتها وبقيت ارش عليها مية. وده الخزان بتاع الفلتر برضك، لان الحوض بيقعد يطرطش وكده. رحت ماسكاه دعكاه هو والجيركن بتاع زيت صابون، ومسكت المطبخ. بصوا عايزه اقول لكم يعني هو كان يوم والله العظيم مدعكه مدعكه مدعكه، بس الحمد لله خلصنا وروقنا وخلينا البيت على سنجة 10. وذبحنا فراخنا الحمد لله واطمنا عليهم بقوا موجودين في الفريزر. اما يبقوا موجودين في الفريزر احسن ما تسيبوهم بره. انا كنت عايزه اسيبهم بس للاسف قلت لا هسيبهم، مين اللي هيهتم بهم اما نخرج؟ فعشان كده اطمنت بقى لما ذبحتهم وكيستهم وحطيتهم في الفريزر. الحمد لله حاجتي موجوده دلوقتي، رايحه رحله، رايحه مكان، عازمه حد، حاجتي عندي. يعني مثلا سفريه زي دي كنت اروح اشتري مثلا على الاقل 3 فرخات. احسبي كده 3 فرخات في 300 يعني ممكن تعدي ال1000 جنيه. لكن الحمد لله حاجتي موجوده عندي، مش هشتري حاجه من بره. فيعني ايه سهلت على نفس الايه الموضوع، بس ما فيش الا مثلا المواصلات وحق الشاليه بس اللي احنا ايه هنغرمه. فانت برضك يا ست الكل اعتمدي على التربيه البيتي، والله هتنفعك كتير قوي وهتوفر معاك كتير جدا جدا. شوفي انت بتجيبي الفرخه بقد ايه، وشوفي بتجيبي طبيخ بقد ايه، ولو هتعملي بانيه برضك شوفي الكيلو البانيه بكام. لكن انا عملت بانيه ما شاء الله طلع لي كميه حلوه برضك، هنزله لكم طبعا في فيديو تاني مع روتين تاني. هوريكم برضو طلعت قد ايه والحمد لله. طبعا هنا بقى الميه عايزه اقول لكم ان هي بتنزل تحت المطبخ، لازم يعني اعمل بالمقشه كده الاول ادخلها على بره، يعني عشان خاطر الميه دي طبعا دي كلها مش هنعرف نمسح ده كله. فانا بخرج كده من المطبخ على بره. عايزه اقول لكم ان انا المفروض اصلا كنت عملت بلاعه هنا، بس الراجل الله يسامحه ما عمليش بلاعه، فبضطر اخد الميه بقى ايه بقعد بقى بالمقشه اودي على هناك على هناك لغايه ما اودي على الطرقه وعلى الحمام اعزكم الله. بس هو كان يوم تعب، بس بعد كده الحمد لله اليوم ده بعمله بس كل دوره فراخ كل 40 يوم. تعب تعب بس يعني المره دي كان تعب جامد، لان كان العدد ما شاء الله كان كبير، يعني مش زي كل مره. كان كل مره مثلا 7 10 11، لا المره دي كان عدد ما شاء الله كبير. اللهم صل على سيدنا محمد. بص بقى الحاجات اللي انا مطلعاها ما شاء الله ما شاء الله طبعا بألف هنا يا رب على كل من كل وكل من شاف. يعني ما فيش احلى ولا احسن ولا اوفر من كده. طبعا التعب المره دي زاد عليا كمان عشان كنت بعمل اكل من بالليل. مثلا لو انا صاحيه اعمل فراخ وانضف ببقى اكون عامله حله محشي واسوي خلاص. لا المره دي عملنا بط وعملنا طبيخ وعملنا رز، وجوزي قال لي لازم تعملي الاكل يا ابني نقضيها باي حاجه. قال لي لا لازم تعملي لنا اكل. وعملنا الاكل الحمد لله وروقنا وظبطنا الاوضه وفرشناها وغسلنا المروحه وظبطنا الدنيا والحمد لله، ولا اكني يعني كنا جايبين فراخ ولا اي حاجه. ومعطر بقى وبرسيل جل والحاجات الحلوه دي، ورجعنا الشقه زي ما كانت ولا اكن كان فيها اي حاجه تاني. وهنا اكلنا